السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا كلنا متفقين عليها وبنحبها، وهي كباب الحلة. تمام. دي اكلة مرتبطة معانا بالاعياد على فكرة، وبيت العيلة كمان. اكيد احنا كنا لما بنروح عند جدتنا في العيد كانت من ضمن اكلات العيد اللي كانت بتبقى معمولة. هي أكلة قديمة شوية بس أكيد مننا في كتير مننا بيحبها. بصوا يا حبايب قلبي، أنا جبت الحلة بتاعتي وحطيت فيها مادة دهنية من زيت وزبدة، أو عايزة تحطي زيت وسمنة انتي حرة. الأكلة دي بتبقى حلوة لو انتي بتعمليها بقطعية لحمة حمراء، لكن أنا كان متوفر عندي لحمة فيها نسبة دهن، بس والله كان طعمها حلو جدا. انتي بتنزلي تعملي صدمة للحمة لحد ما بتاخد اللون اللي هو البراون الفاتح ده، وبعد كده بتعملها صدمة على كل الاتجاهات، وبعد كده بتشيليها وبتنزلي في المادة الدهنية دي، بتنزلي فيها بالبصل. كمية البصل قد ايه؟ لو انت هتعملي نص كيلو لحمة هيبقى نص كيلو بصل، كيلو لحمة يبقى كيلو بصل. ما تقلقيش من الكمية الكبيرة لان الكمية دي بتدبل معاكي. لو انتي من الناس اللي بتحبي البصل يبقى لونه فاتح، خديه تقلبتين كده، شوحيه كده تشويحتين، وانزلي عليه باللحمه، ودي في الميه بتاعتك خالص. لو انت عايزه كباب الحله يبقى لونه البراون صوص الغامق، فانت هتفضلي تقلبي في البصله واللحمه مع بعض. بس انت دلوقتي مش هتحطي اللحمه، هتفضلي تدبلي في البصل شويه لحد ما يوصل للطريقه دي كده. انت عايزاه نفس اللون ده ويبقى طعمه باين معاكي في الاكل، دي في الميه بتاعتك. عايزاه بالطريقه التانية كملي بقى معايا الفيديو وانتوا هتشوفيها. تمام. هتفضلي تقلبي فيه. دي من الاكلات الحلوه قوي، ممكن تعملي جنبها رز ابيض وتعملي جنبها سلطه، يعني هي وجبه جميله جدا. اما اذا كان حد عندك بقى من البيت ما بيحبهاش، ممكن تضيفي مع الاكله دي مثلا تعملي ملوخيه، تعملي صينيه رقاق. تمام. بصي انا هفضل اقلب وهفضل اقلب كمان اكتر من كده لحد ما اللون يغمق معايا. بالنسبة يا حبايبي للبهارات، انا حطيت هيل وحطيت ملح وحطيت قرفة بودر وحطيت مرقة دجاج وحطيت كزبرة ناشفة وحطيت بهارات لحمة. يعني انا هنا انا طبيعتي مش بحب البهارات الكتير، بس انا حبيت في الاكله دي طعم القرفه كمان، على فكره هتعجبكم جدا. لو انتي مش من هواة البهارات قوي حطي فلفل اسمر بس كفايه وملح. يبقى دي الطريقه القديمه اللي احنا كنا بناكلها في بيت امهاتنا. هننزل بالميه، الميه تغطي وش اللحمه بس، ما تحطيش ميه اكتر من كده. اما وزودي بقى حبه حبه، انتي ما تعرفيش القطعيه بتاعتك من النوع اللي بتستوي ولا من النوع اللي بتغيب في السوا. تمام. يعني خليها بنفس الشكل اللي انا وريتهولك ده في الفيديو. اما لقيتي اللحمه لسه شاده معاكي، زودي حبه ميه سخنه، ما تزوديش ميه بارده علشان اللحمه ما تجرمس معاكي. طبعا هي الوجبه دي بتقعد على النار من حوالي ساعه لساعه ونص، ودي بترجع برضو لقطعيه اللحمه بتاعتك. وايه يعني انت كمان بتوطي عليها شمعه، انتي بتوطي عليها. بصي انا هنا حطيت ورق اللورة، وانتي بقى بتوطي عليها، بس دايما تبقى ايدك فيها، خلي بالك لان البصل ممكن يلزق منك. بصي طبعا هتسيبي المية بتاعتها تقل عن كده. انتي يعني لو انتي عايزة فيها صوص زيادة ممكن تسيبيها بالشكل ده. ان شاء الله هتعجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.